شايفين المنظر؟ الفراخ لسه خارجة من الفرن حالا. عملناها بطريقة زمان، طريقة سهلة وبسيطة بتاعت أمهاتنا وأجدادنا، مزبدة وطعمها يجيب آخر الشارع مع رغيفين عيش وقرن فلفل حامي. أحلى أكلة ومفيش أسهل من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب طعم زمان، أهلا وسهلا بيكم في قناتي. تعالوا إن شاء الله النهاردة نعمل فراخ بطريقة أمهاتنا وأجدادنا، طريقة زمان السهلة خالص البسيطة اللي مفيهاش أي افتكاسات. أنا النهاردة الفراخ بتاعتي هعمل وراك وأجنحة. شوف انت اللي عندك، لو عندك فرخة متقطعة 8 قطع، أو هتعملي وراك زي حالاتي كده، اللي عندك اعمليه. بس أهم حاجة نمشي على الطريقة وإن شاء الله هتعجبك. عندي طبعا اللهم صل على النبي الفراخ غسلناها كويس جدا ورفعنا الجلد وغسلناها، وبعدين سيبناها في الملح والخل والليمون في مصفى. صفت المية، وفي نفس الوقت شربت من الملح والليمون والخل. طبعا الخل علشان يخلي الفراخ بتاعتي طرية، والليمون علشان يضيع زفارة الفراخ. وعندي طبعا طماطم مفرومة في الخلاط، مفيهاش اي حاجة خالص. وعندي بصل جوانح، وعندي فلفل حامي وبارد، وعندي بطاطس ممكن تستبدليها بكوسة، اللي عندك متاح شغال. وعندي توم مفروم، وعندي التوابل بتاعتي. السر اللي كان بيخلي الاكل بتاع زمان حلو انهم ما كانوش بيكتروا بهارات. ده اول حاجة. والحاجة التانية كانوا بيوطوا النار على الاكل، علشان كده الاكل كان بيستوي على نار هادية، والاكل بيبقى بسم الله ما شاء الله مزبد، ما بيستويش بسرعة زينا احنا كده عايزين كل حاجة على السريع. كانوا طبعا بيسووا على الفرن البلدي، يعني امي الله يذكرها بالخير كانت مسويها على الفرن البلدي، او ساعات على الكانون، كان ما يبقى احلى اكل. طبعا البهارات بتاعتنا مفيهاش اي حاجة خالص، كمون وكزبرة وفلفل اسود وشطة وقرص مرقة. تمام يا حلوين. طبعا خدت نص التتبيلة نزلت بيها على الفراخ زي ما انتوا شايفين، وعصرت ليمونة علشان ريحة الفراخ بتاعتي تبقى حلوة كده مع التوابل، بتبقى حاجة ولا احلى من كده. انا طبعا في تركية بعملها بس للاسف نسيت اعملها، بس مش مشكلة، مش هتفرق كتير في الفراخ. انا ببشر بصلاية وطماطماية مع فلفل اسود وملح، وبدعك الفراخ بتاعتي قبل ما بديها الصدمة بطعم الفراخ، بتبقى جميلة جدا وبتبقى ريحتها حلوة. علشان كده انا نزلت بالبهارات بس. فلو هتعمليها يعني الطريقة دي بتبقى تحفة بصراحة. بشر بصلاية وطماطماية وليمون وملح وفلفل اسود فقط، وتبلي بيها الفراخ. وبعدين ندي الفراخ صدمة. جبت صينية زي ما انتوا شايفين يا حلوين، ومعلقتين سمنة وشوية زيت علشان السمنة بتاعتي ما تتحرقش. وهنزل على الفراخ بتاعتي اديها صدمة. الصدمة دي بتخلي الفراخ بتاعتي مفيش اي زفارة، يعني البطاطس بتاعتك ما بيبقاش فيها اي زفارة خالص. اول حاجة. وتاني حاجة، الفراخ بتاخد اللون الحلو، وفي نفس الوقت بتديها طعم جميل. بعد ما ادينا الفراخ بتاعتنا صدمة، نزلت بالخضار بتاعي مكان الفراخ. بصل وفلفل وبطاطس، في جزر ماشي، في كوسة ماشي، مش هتقول لا. موطيه النار طبعا، وهفضل اشوح في الخضار بتاعي كده في البهاريز بتاعت الفراخ، علشان الفراخ بتاعتي تبقى زي السكر والعسل. والله يا جماعة عملتها امبارح، كانت حرفيا طعمها بسم الله ما شاء الله. يعني الولاد ما استنوش اصلا لما اغرف، مسكوا الصينيه كده وقعدوا ياكلوا فيها بألف هنا وشفا. زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتي طبعا خرجتها اهي في صينيه في طبق لوحدها. وادينا هنزل بقى الخضار التوابل بتاعتي على الخضار زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وايدي بالمعلقه على طول هقلب في البطاطس والبصل والفلفل علشان ما يلزقش مني في الطاسه زي ما انتم شايفين. لما بيبقى فيه جزر بحط جزرايه بتخلي لي صينيه البطاطس تحفه. طبعا الجزر مسكر فبيدي طعم حلو للبطاطس. ما فيش خلاص بعملها زي كده زي مقاهاتنا، مفيهاش اي حاجه خالص. طبعا نزلت بنص معلقه توم مفروم. لما بيبقى فيها ريسة شطه برضو بحط. بسم الله ما شاء الله ريحتها جميله جدا. ريحه التوم مع البصل والفلفل تحفه.
يا سلام بقى لو فيها هرسة شطة، مفيش خلاص تأدي الغرض. بصي ما توقفيش نفسك، اللي موجود عندك في المطبخ اعمليه. بعد ما تبت الخضار بتاعي بالفلفل، نزلت بالفراخ بتاعتي بالشكل ده واقلبهم تقليبة مع بعض. في حاجة كمان، لما تيجي تدي الفراخ بتاعتك صدمة يعني حاولي ما يكونش فيها مية، علشان لما يبقى فيها مية تنزل الفراخ على في الصينية السمنة والزيت، هتبص تلاقي الفراخ بتاعتك لزقت منك والجلد طلع منها، مش هتبقى ظريفة. فاستني لما الفراخ بتاعتك تنشف كده، او هاتي منديل ونشفي الفراخ بتاعتك علشان تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه. طبعا بعد ما نزلنا بالفراخ بتاعتنا على الخضار، هنزل بالطماطم المفرومة زي ما انتوا شايفين، وهتبل الفراخ بتاعتي والبطاطس، وهرص الصينية رصة محترمة كده، وهاخد من الصلصة دي واظبط الصينية تاخد نص سوا على البوتاجاز. طبعا وانا شغالة رحت مولعة الفرن بتاعي علشان الفرن يبقى سخن. هتدخل الصينية في الفرن، هتاخد معاكي من نص ساعة لساعة الا ربع، ان احنا هنسويها على البوتاجاز نص سوا، وهتدخليها الفرن هتاخد من نص ساعة لساعة الا ربع. بس حرفيا يا جماعة الفراخ هتبقى مزبدة والبطاطس تحفة، بسم الله ما شاء الله، يعني ريحتها جربوها وان شاء الله تدعولي. شوية البهاريز اللي نازلين من الفراخ حاجة عسل وسكر، مع حبة رز بشعرية، ولا حبة رز حبة وحبة، حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا بعد ما دخلنا الفراخ بتاعتنا خدت لها ساعة الا ربع. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله، زبدة الخضار بتاعتها شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجة سكر زي العسل كده. ما تنسوش بقى تكتبوا لنا تعليق حلو، وشوفوا لنا اي وصفة من اكلات زمان اللي انتوا عايزينها، وان شاء الله نعملها مع بعض. وادي الفراخ بتاعتي حاجة زبدة. على فكرة الصينية دي حلوة اوي في رمضان، بحب اعملها اوي في رمضان، سريعة وفي نفس الوقت حاجة طعمة ومبتاخدش وقت خالص معاكي، وما بتاخدش مواعين. اهم حاجة لان كلنا في رمضان ما بيحبش الحاجة اللي هي فيها دربكة كتير. اللي وقف لحد هنا يصلي على النبي ويقول لنا من انهي بلد بتتابعونا، واكتبوا لنا لو عايزين اي وصفة تاني، وان شاء الله نعملها مع بعض. من اعمال زمان هنعمل مع بعض العيش المرحرح والرقاق والقدوسية وكل الاكلات الصعيدي واكلات زمان الحلوة بتاعت امهاتنا. يا رب اكون ضيفة خفيفة على قلبكم، واسيبكم في امان الله وحفظه في فيديو جديد. مع السلامة، مع طعم زمان.